المذكور حمدي قنديل. وانا عايز اقول للاستاذ حمدي قنديل، يا استاذ حمدي انت اللي كنت بتذيع بيانات نكسة 67، ما تنساش ان انت من اللي طهرهم انور السادات من التلفزيون. ما تنساش يا استاذ حمدي ان انت كنت احد رجال معمر القذافي. ما تنساش يا استاذ حمدي ان انت كنت طالع في المؤتمر مديني احساس ان انت طالع بظهرك. حمدي قنديل يعني الذي كتب. نعم. يعني استاذ حمدي قنديل لسه مطلع تصريح بيقول ان هو لا يثق في عهود ولا وعود الاخوان المسلمين، لكنه بينضم اليهم دلوقتي عشان خطوره المرحله. ده بيهرج. انا اقدر اقول له يا استاذ حمدي لقد كتبت شهاده نهايتك في الساحه الاعلاميه والساحه الشعبيه في مصر والوطن العربي. هو بايده كتب نهايته، هو حر. انتهى حمدي قنديل، انتهى بلا رجعه. حمدي قنديل كما انتهى بلا رجعه محمود سعد. ليه؟ الاستاذ محمود سعد كان راجل صحفي فني في مجله الكواكب، راجل بتاع فن لا علاقه له بالسياسه، اتعلم الصحافه المقروءه في قسم الفن. كل الاساتذه الافاضل اللي كلمونا، الفنانه الكبيره الهام شاهين، الفنانه الكبيره صابرين، الفنانه الكبيره سماح انور، الاستاذه سلمى الشماع، كل هؤلاء يعلمون تماما ان هو صحفي فني. بقدرة قادر لما اتعملت قناه الMBC باين ولا الART مش فاكر، عمل نفسه مقدم برامج نظرا للعلاقات اللي بتربطه بالفنانين والفنانات في مصر. نجح البرنامج، بدأ يتطور وعمله بعد كده برامج بقى سياسية وبتاع. مين بقى اللي خده؟ الأستاذ اللي رافض أحمد شفيق الذي تبنى محمود